من ساعة ما انتشرت الصورة دي لتامر حسني والناس عرفت ان هو مريض وان استأصله جزء من الكلى والقصة دي كلها اللي طالعة ترند، في ناس كتيرة جدا طالعين يتمنوا له الشفاء وبيدعوا له، سواء بقى الناس دول كانوا مشاهير او ممثلين او مغنيين او حتى الناس من الجمهور في التعليقات بيدعوا له بشكل كبير. ده خلانا نحس انه تامر حسني فعلا مختلف عن اغلب الفنانين اللي موجودين من جيله، فليه ما نعملش حلقة في حب الفنان تامر حسني؟ وعموما انا لما بسمع اسم تامر حسني اكتر حاجه بقولها زي يا رب ما خلصتنا من العكعكه اللي كانت حاصله عمرو دياب ولا تامر حسني، يا رب تخلصنا من العكعكه بتاعت هو صوت مصر شيرين ولا انغام. حلقة النهاردة عن تامر حسني هتبقى شبه الحلقة اللي عملناها عن مي عز الدين، اللي فيكو يعني شاف الحلقة دي. زي ما قلنا كده انه مي ما ينفعش احطها في خانة عبلة كامل اللي هي ما فيش غلطات خالص، ولا ينفع برضه اقول ان هي زي باقي اللي بيعكعكوا من جيلها. نفس الكلام ده ينطبق على تامر حسني، في حاجات كتيرة جدا كويسة هو بيعملها وانا متفق معاه فيها، وفي حاجات تانية برضه حسيت انها خيشت منه ويا ريت انها تتعدى. ده كله هيبان في النقط اللي هنقولها النهارده، فخلونا على طول ندخل في ليه تامر حسني مختلف عن اغلب فنانين جيل. واحد، ان اسم تامر حسني مربوط بالاعمال الخيريه. ابسط سيرش على تامر حسني هتلاقي طلع لك ان هو مثلا بيشارك في اعمال خيريه او بيدعم اعمال خيريه او بيتصور مع ناس غلابه وبيجبر بخاطرهم او بيحضر ايفنتات او بيشجع الناس على الاعمال الخيريه. وهو نفسه كان ليه تصريح قديم جدا من ساعه ما طلع، او يمكن يعني في اوائل ما هو ظهر، انه بيقول العمل الخيري ده جزء من شغل الفنان، يعني ما ينفعش تبقى انت مشهور وما بتقدمش اعمال خيريه. طبعا انا عارف ان في حد هيقول لك هو انت دخلت جوه نيته، ما يمكن بيعمل الاعمال الخيريه دي شو عايز يكسب يعني الجمهور. في الاول وفي الاخر النيه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لا انا ولا انت نقدر نعرفها، بس اللي يهمني ان انا اشوف حد مشهور بيعمل اعمال خيريه وبيساهم في الخير اللي في المجتمع. يا ريت بقى كل المشاهير يعملوا زيه، سواء بقى نيتهم لله سبحانه وتعالى او نيتهم لرضا الجمهور، دي بينهم وبين ربنا. وحته العمل الخيري دي اللي بروزتها قوي في دماغي عن تامر حسني، انه في اخر فيلم ليه اللي هو فيلم ريستارت، رغم ان الفيلم كان عليه شويه خلاف، بس هو كان طرح في الفيلم ده فكرة انه ناس بتلم تبرعات علشان يعالج المرضى، وهو نفسه نزل بوست قال يا ريت الدولة تتبنى الفكرة دي. يعني الفكرة دي انا طرحتها في الفيلم، يا ريت بقى انها تتنفذ على ارض الواقع. البوست ده يوديني لرقم 2، تامر حسني بدأ يعمل اعمال قريبة من الشارع. اللي متابع تامر حسني من بداياته هو اغلب اعماله اعمال رومانسية، سواء غنى او افلام، يعني ممكن نقول لو مش رومانسي هيبقى كوميدي بس رومانسي برضه. نادرا لما هتلاقي حاجة لتامر حسني بتتكلم مثلا زي كارثة طبيعية، بتتكلم عن مشكلة في المجتمع. مؤخرا حسيته بدأ يقرب من آراء الناس او من الكلام اللي الناس بتقوله في الشارع. يعني ده انا شفته مثلا في الاغنية اللي كان عملها من كان يا مكان، اللي هي جاب فيها كل المشاهير المصريين من زمان. الاغنية دي احنا كنا عملنا عنها حلقة، بس خليني اقول لكم سريعا اللي عجبني. ظهرت في وقت كان شوال الرز بيشتري المشاهير المصريين، وفي كلام طلع ان مصر ما عندهاش فن وايه التاريخ الفني لمصر. هو نزل الكليب ده، واللي عرفته ان الكليب ده كان اهداء منه، يعني هو اللي انتجه على حسابه مش مستني منه فلوس. فالكليب ده حسيته رد قوي جدا وجه في وقته وبيعبر عن كلام الناس، وهو ما جابش سيره الشوال، يعني بالعكس هو ساب لنا احنا اللي دخلنا عملنا منشن للشوال، بنقول له خش اتفرج يلا. برضه في فيلم ريستارت اخر فيلم ليه، هو كان بيتكلم عن ظاهره التيك توك اللي هي كلنا بنشتكي منها، وفكره بقى التيك توكرز والفضايح واللايفات، وان الهيافه هي اللي بتجيب فلوس وهي اللي بتجيب شهره. في حد هيقول لي ما هو فيلم ريستارت برضه كان مش فيلم يعني عميق قوي، ما هو كان فيه شويه هيافه وهس وضحك على شويه ايحاءات. هقول لك انا متفق معاك، وكان فيه شويه ايحاءات ليها سقف، اي نعم مش خارجه قوي بس هي تبقى ايحاءات. وحسيته بيمسك العصايه من النص، اللي هو انا بقدم التوليفه اللي بتعجب الجمهور، وفي نفس الوقت هحاول بقى اتكلم في موضوع يلمس الناس، يمكن مش بطريقه محمد صبحي، لان طريقه محمد صبحي هي طريقه حلوه جدا بس كانت تنفع زمان. النهارده مش هينفع انك تكلم الجمهور بطريقه عميقه زي طريقه محمد صبحي، فدي حاجه انا بحسبها له، ان اعماله بدات تعبر عن الكلام اللي احنا بنقوله، ويا ريت ده يزوده الفتره الجايه. 3، تامر حسني فنان ذكي. اكيد كل الناس مش هتتفق على تامر حسني او على اي حد، يعني في ناس هيقول لك هو عنده اعمال كويسه، عنده اعمال مش لطيفه، في حد ما بيحبش يتفرج او يسمع تامر حسني. بشكل شخصي انا بشوفه هو حد بيعمل حاجات كويسه وفي حاجات تانية مش حلوه. اغلبنا متفقين ان هو فنان ذكي، دماغه شغاله مش ماشي على الله ان شاء الله. والذكاء ده بان في مواقف كتير، يمكن انا اول موقف هبدا بيه من نصر محروس. ونصر محروس اكتشف 3، تامر وشيرين وبهاء سلطان. شيرين وبهاء سلطان
الاتنين كان عندهم مشكله مع نصر محروس، وده يؤكد ان نصر محروس التعامل معاه صعب شويه. حسيت ان تامر كان ذكي في التعامل معاه، بدليل هو ما عملش معاه مشكله وعرف برضه يخرج منه ويكمل حياته ومسيرته الفنيه. برضه في موقف تاني على قد ما انا مختلف معاه فيه، على قد ما رده كان ذكي، ان هو في فتره عمل اعلان شيبسي، وده كان في عز الاحداث والناس كانت بتقاطع شيبسي، والناس دخلت انتقدته وهاجمته على ده. وبشكل شخصي انا كنت ضد فكره انه يعمل الاعلان ده، بس الذكاء هنا عند تامر انه نزل بوست اولا بيحترم الناس وبيتاسف وبيحاول يشرح وجهه نظره، اللي هو كان بيقول ان انا ماضي على انه شركه شيبسي دي شركه مصريه بيشتغلوا فيها مصريين، ليا العقد معاهم سنتين، فانا لازم اعمل ده. وحاول يوصل ان يا جماعه انا مش ضد القضيه، بالعكس ده انا معاها وعمري ما هبقى ضدها. انت بقى تتفق او تختلف، تصدق او ما تصدقش، بس فكره انه يستجيب للناس ويحاول يشرح لهم ان يا جماعه انا مش ضدكم، انا مع القضيه دي، بحسبها فكره ذكيه في الوقت اللي فيه مغنيين كتير جدا عملوا اعلانات لبيبسي والشركات مقاطعه ولا اهتموا اصلا انهم يطلعوا ولا اهتموا انهم يردوا. وبرده من الحاجات اللي مؤخرا اكتشفت فيها ذكاء وهي الاغنيه بتاعت من كان يا مكان، ده رد ذكي جدا على الشوال، هو لا شتمه ولا غلط فيه ولا خبط فيه ولا طلع يشرشح له ولا اي حاجه، ده رد غير مباشر بس يرشق في العظم. فده كان فيديو كليب بالنسبه لي ذكي جدا. وبرده لو تفتكروا كان في عنده مشكله بينه وبين احمد السقا ساعه فيلم الفلوس، ان احمد السقا طلع ضيف شرف وناس قالوا ده هو بطل، فاحمد السقا طلع كتب بوست كله تشريح وشرشحه. رد تامر حسني كان عاجبني، ورد محترم، ما كبرش الموضوع، ما رحناش بقى للشرشحه واننا نخبط في بعض، وفي الاخر كمان كان ليهم صوره مع بعض بيحضنوا بعض وبيسنجفوا صباح الفل والليله عدت. وده يوديني لرقم 4، تامر حسني سيرته مش مرطرطه الى حد ما. هو المشاهير نوعين، في كده سكه عبله كامل اللي احنا ما نعرفش اي حاجه عن حياتها فعلا، وفي سكه شيرين وحسام اللي احنا مش عارفين حياتهم، ده احنا دخلنا اوضه النوم. تامر لا اقدر اقول ان هو راح لسكه شيرين وحسام، وبرضه هو لسه ما وصلش لمرحله عبله كامل. يعني لو تفتكر او لو تركز هتلاقي في اشهر 3 مشاكل كانوا في حياه تامر حسني. اول حاجه ان هو انفصل عن بسمه بوسيل، وبعدها بسمه بوسيل طلعت برضه في كذا لقاء واتكلمت ان هو عمل وسوى. عجبني ان هو ما طلعش رد، الطلاق اتعرف وهي طلعت اتكلمت، بس هو ما انجرفش لحته انه يطلع يبرر او يرد او يتكلم. هيطلع حد يقول لك طب ما هي قالت ان هو عمل وسوى فيها وتعاملاته وحشه، هقول لك دي بقى بينهم وبين بعض، واحنا يعني كنا نايمين عندهم في الريسبشن عشان نعرف لو كان هو كويس او لو كان هو وحش، دي حاجه انا ما شفتهاش. تاني مشكله ساعه فيلم مش انا بينه وبين حلا شيحه، اما ساعتها حلا شيحه اتحجبت وقالت انها ندمانه على الفيلم ومتضايقه من تامر حسني ان هو ما حذفش مشاهد كانت المفروض انها تتحذف. هو طلع رد قال لها لا انا حذفت المشاهد اللي انت طلبتيها، ولكن في مشاهد تانية انت ما طلبتيهاش فانا ما حذفتهاش، او كليب انت ما طلبتوش فانا ما حذفتوه. والدليل على كلامي ده ارجعي للمكان اللي بنمنتج فيه والناس كلها تشهد. اللي عجبني في الموضوع ان هو ما طلعش مع الطيار اللي كان طالع ان كلهم طلعوا خبطوا فيها وفي حجابها وانت مش هتمثلي تاني، سواء بقى الهام شاهين سواء اشرف زكي سواء كلهم. هو طلع رد في الجمله اللي هي اتهمته فيها، لكن لا خبط في حجابها ولا لقح عليها بالكلام ان انت يا اختي عامله فيها متدينه. ثالث مشكله دي كانت لسه حاصله قريب في الصيف اللي فات، كانت بينه وبين عمرو دياب، ان ساعه ما عمرو دياب نزل صوره ان هو رقم 1 وان تامر مش عارف رقم 3، فتامر خد المشكله دي وقال ليه نعمل كده، والقصص والبوستات اللي رايحه جايه. اهي المشكله دي تحديدا حسيت ان ذكاء تامر خيش فيها، لانه مش حلو انك تطلع تتكلم عن عمرو دياب او عن اي حد تاني. يعني قد يكون فعلا عمرو دياب مشيرها حسن نيه مش قصده حاجه، وقد يكون قصده انه يديك زغروف من تحت، ماشي، بس في الحالتين انت كده حطيت نفسك في خانه ان اي حد هيشوف الخناقه هيقول انت بتتصعبن وبتعمل كده علشان تكسب ترند ومشاهدات على قفا عمرو دياب. وانا عارف ان في مشكله رابعه يمكن مش كلكم عارفينها، وعشان كده ما كنتش عارف نتكلم فيها ولا لا، بس خلينا نقولها بما ان احنا بنتكلم عن تامر. وفي بداياته خالص كان في مشكله في حته ورقه الجيش، شهاده الجيش، وبناء عليها انه اتقال ان هو مزورها، لا مش مزورها، وهو قال انا ما كنتش عارف انها مزوره، لكن القضاء اثبت انها مزوره، وفي الاخر ادى الخدمه بتاعته او دخل يعني الحبس بسبب القضيه دي. من خلال السيرش اللي عملته ما قدرتش اوصل هي فعلا كانت مزوره ولا مش مزوره، هي اكيد مزوره، بس هل هو كان عارف ولا مش عارف الله اعلم. في الاخر هقول بما انها حاجه قديمه وما اتكررتش كتير، يعني انا ما شفتلوش حاجات كتير فيها بقى انا ما كنتش عارف انا ما كنتش فاهم، فمش هرغي فيها كتير. 5، تامر حسني يعتبر فنان شامل ناجح. تحب اعمال تامر او ما تحبهاش، بس خلينا نتفق انه سواء اغانيه سواء افلامه هي بتنجح وبتعمل ايرادات عاليه جدا، وهو بيغني وبيمثل وبيعمل كوميديا لطيفه، فما نقدرش نختلف ان هو ناجح وان هو شامل، مش بيعمل حاجه واحده، مش بيغني بس مش بيمثل بس، لا هو بيعمل اكتر من حاجه. بشكل شخصي انا بشوف ان تامر عنده حاجات حلوه جدا سواء في الغنى او في التمثيل. يعني مثلا فاكر له اغنيه كل حاجه بينا، دي المزيكا حلوه، اغنيه رايقه متعوب فيها. وبرده من الافلام اللي بحبها ليه فيلم البدله، بحسه فيه كوميديا حلوه جدا. اي نعم الكوميديا مش عنده بس، هو واكرم حسني
حسني، بس هو الفيلم بطولته. نفس القصه في عمر وسلمى، هو فيلم رومانسي، ويمكن انا مش بميل للافلام الرومانسيه، بس الكوميديا اللي فيه كانت لطيفه. وبرضه هقول الكوميديا مش عنده هو بس، يعني كان هو وعزت ابو عوف ومي عز الدين، بس في الاخر الفيلم بطولته. في المقابل بشوف ان عنده اعمال انت قلبتها قوي، ما كانش ليها لازمه. يعني في اخر البوم فيه اغنيه اللي هو ده بقى، دي حاسسها ملهاش لازمه خالص. ومن الافلام بتاعته اللي انا مش بحبها فيلم الفلوس، رغم انه كان ناجح جدا وعمل ايرادات عاليه جدا، بس كنت بحسه فيلم ملوش لازمه. 6. تامر حسني مش من الفنانين اللي بيهاجموا الدين. في موضه كده طالعه من فنانين وفنانات اللي هو لازم نهاجم الدين، لازم نتريق على الحجاب، لازم نقول الجمهور مش فاهم واحنا لازم نعمل اعمال جريئه، لازم نخرج في حاجات خارجه علشان يبقى هو ده الفن اللي اتربينا عليه زمان. بصراحه تامر حسني انا ما بشوفوش عنده الاتجاه ده. يمكن اختلف معاه في حاجات، مثلا الحفلات اللي بيطلع فيها بنات معينه بترقص، في شويه مشاهد في بعض الافلام مش افضل حاجه. حتى فيلم ريستارت، وانا كنت عملنا عنه حلقه وقلنا انه فيلم كويس في وسط عكعكه كتير، بس حتى الفيلم ده كان فيه شويه ايحاءات ممكن تقل شويه. لكن في الاخر هو كشخص مش متعمد الهجوم على الدين، في فنانين دي مهنته. خلينا اقول ان انا شفت له قبل كده تصريح بيقول ان انا عايز انهي حياتي مش على المسرح، انهيها في حاجه اكثر قيمه. ده يخليني اقول انه قد يكون انسان طبيعي، بيعمل حاجات كويسه، بيعمل حاجات وحشه، الصراع عنده لسه مش عارف يروح للكويس اكتر ولا برضه الشهره والاضواء واخداه. لكن في الاخر يحسب له ان هو مش بيهاجم الدين، وبيهاجم الناس اللي بتحب الدين. 7. دي اهم نقطه واخر نقطه، ان تامر حسني ما بيلطش المعجبين بالقلم. طبعا احنا عارفين ان دي موضه مؤخرا بالذات في المغنيين، فهو ما بيعملهاش، فدي حاجه تحسب له. بالعكس، ده دايما بيعامل المعجبين بشكل كويس، يمكن كمان اوقات تشوفه شكل اوفر، اللي هو يعني انت ليه بتعمل معاهم كده. هختم الحلقه النهارده بنفس اللي بدأناه في الاول، اكد عليه. تامر حسني انا مش قادر احطه في خانه عبله كامل، اللي هو كل اختياراته كويسه، كل اعماله كويسه، ما شفتلوش او ما سمعتش عنه خبر في حياته الشخصيه. بس برضه ما اقدرش احطه في خانه مدام رانيا، هي كل حاجه شمال ومفيش تمثيل ومعتمدين على حاجات شمال. هو فنان زيه زي مي عز الدين، مختلف جدا عن جيله، عنده حاجات كتيره جدا كويسه. من وجهه نظري الحاجه اللي بتبروز او بتخليك تحب تامر حسني اعماله وتصرفاته، الحاجات الخيريه اللي بيعملها. شغله ممكن تتفق او تختلف معاه، ولو ان هقول انه في اخر سنه انا فاكر له حاجتين اللي انا قلتهم، فيلم ريستارت واغنيه من كان يا مكان، انك بدات تروح او توظف الفن بتاعك في انك تتكلم عن حاجات تلمس الناس مش مجرد رومانسيه. ده اتجاه حلو اتمنى انه يكمل فيه. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر عمل لتامر حسني سواء كان فيلم او مسلسل، هو تقريبا انا المسلسل اللي فاكره له مسلسل ادم، عجبك وانت فاكره وتحس ده افضل فيلم لتامر حسني؟ لو بالمره نسالكم برضو سؤال للي بيحب الاغاني، ايه اكتر اغنيه بتحبها لتامر حسني؟ وفي اخر حلقه زي دي، بما ان في حد مريض، اكيد لازم اقول ربنا يشفيه ويشفي اي حد مريض عموما ويخرجه منها على خير. خلاص استاذنكم بقى، اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هلسيه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام او مسلسلات او مسرحيات. يعني لو معاك وقت واحنا في الويك اند، خد لك لفه وقول لنا رايك في الفيديوهات اللي انت هتشوفها او في الفيديو ده. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك. عندك تعليق او اقتراح اكتبه لنا في الكومنتات، ونختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورة.